وقبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير وتفعل زر الجرس عشان توصلكوا كل ملخصاتنا. وبيبتدي فيلمنا على طيارة خاصة والمغني المشهور رايان، وبيكون معاه الحارس الشخصي بتاعه جي جي. وبنشوف ان المضيفة بتدي كوباية مية لجي جي اللي بيحس ان طعمها غريب، فبيحط عليها حاجة كده وبيكتشف انها مسمومة. وبتقوم معركة بين جي جي والمضيفة اللي طلعت بتحاول تقتل رايان. وفي الوقت ده بنشوف صوفي واللي بتكون طايرة جنب الطيارة، وبيكون عندها علم بمحاولة قتل رايان، وبتفجر الطيارة وبتمسك رايان وجي جي وبتنقذهم. بس جي جي بيقول لها ان عندها تمرين، ورايان بيقول لها انه مش هيقدر يروح معاها الحفلة، فبترميهم هما الاتنين في الجو. وفجأة بتصحى صوفي من النوم وبنعرف ان كل ده كان حلم. ولما بتصحى بنعرف ان صوفي مجرد بنت عادية ومفيش اي حاجة مميزة فيها، وجي جي يبقى جوز امها وحاليا هو اللي معتني بيها لان امها بتشتغل خارج البلاد. وبتكون علاقة جي جي بصوفي مش احسن حاجة، وبتقوله ما تحاولش تعمل ابويا لانك مش ابويا. وبنعرف ان جي جي يبقى شغال في المخابرات الامريكيه، لكنه بيكون شغال في الفريق المعلوماتي ومش بينزل مهمات بنفسه لانه عايز يعيش حياه هاديه. لحد ما بتحصل كارثه، وهي اختفاء بعض القنابل النوويه اللي كان الاتحاد السوفيتي مخبيها قبل تفككه. وبيكون مطلوب من جي جي والفريق اللي معاه انهم يعرفوا القنابل دي راحت فين بالظبط. وبيطلب رئيس جي جي منه انه ينزل تاني المهمه بنفسه لانه هيكون مفيد اكتر، لكن جي جي بيرفض وبيسكته. بعد كده بنشوف واحدة اسمها كريستينا، وبنعرف انها العميلة اللي جابت البيانات عن القنابل النووية للاستخبارات. وبنشوف انها محاصرة وزمايلها متابعين وبيحذروها، وبتنجح على اخر لحظة وبتهرب، لكن للأسف بيكون في حد بيلحقها. بعد كده بنشوف صوفي واللي بتكون في نفس المدرسة مع رايان، وبنعرف انها معجبة بيه. وبيكون في مسابقة مع مدارس تانية، واللي هيفوز هيطلع رحلة لإيطاليا. وبنشوف ان جي جي بيدرب صوفي على المهارات الدفاعية، وبيحاول طول الوقت انه يقرب منها، لكنها مش بتكون متقبلة منه اي حاجة وبتسيبه وبتمشي. بيطلع وراها جي جي، وبنعرف ان مدرسة صوفي كسبت في المسابقة وانهم هيطلعوا رحلة لإيطاليا، وجي جي بيكون مرافق ليها. والموضوع ده بيسبب لجي جي مشاكل في الشغل، لكنه بيقرر يروح معاها. بعد كده بنشوف صوفي وجي جي وباقي الطلاب متجمعين عشان الرحلة، وبنعرف ان جي جي مسؤول عن صوفي وشوية طلاب تانيين، واللي بيكون من ضمنهم كولين اللي يبقى ابن رئيسه في الشغل. وبنشوف انهم مش طايقين جي جي، وبتبدأ الرحلة وبيوصلوا لإيطاليا. وبنشوف ان جي جي بيعاني عشان يتأقلم مع صوفي واصحابها، وبيبقى مش عارف يتعامل معاهم بأحسن شكل. وبنشوف ان في واحدة من المدرسات بتساعده عشان يعتني بالطلاب، وبيبتدي يحاول جي جي انه يقوي علاقته بالطلاب وصوفي عشان يحبوه. لما بيدخل يلاقيهم بيلعبوا فبيلم الدنيا بسرعة قبل ما المدرسة تيجي، ولما بتيجي بتلاقيهم بيغنوا كورال، وبنعرف انه بيغطي على الطلاب عشان يقرب منهم ويحبوه. وبعد كده بتوصل أخبار للاستخبارات الأمريكية إن كريستينا مختفية، وفي إيطاليا بنشوف إن المسؤول عن اختفاء كريستينا موجود قريب من الطلاب وبيراقبهم. وبالليل بنشوف صوفي ورايان وكولين وهم بيحاولوا يتسللوا بره الفندق اللي هم فيه من غير ما جي جي يعرف، لكن في الآخر جي جي بيكتشف أمرهم وبيقول لهم خلاص مسموح لكم تروحوا المكان اللي انتوا عايزينه، بس معاكم 40 دقيقة بس، وأنا هعمل نفسي ما شفتش حاجة، لكنه بيفضل مراقبهم. وبعد شوية كولين بيتخطف، وبتحاول صوفي تلحقه، لكن بيكون صعب جدا على بنت صغيرة في سنها انها تعمل ده. لكن بنشوف ان تدريبات جي جي ساعدتها انها تتخطى صعوبات كتير، وبتواجه الخاطف وبتجري وراه وبتمسك في عربية، لكن على اخر لحظة بتيجي عربية تانية وبتكون هتخبط فيها، لكنها بتنزل تحتها وبتقوم وبتنجح انها تصور الخاطف على اخر لحظة. وبيكون جي جي وراهم وبيعرف ان كولين اتخطف. ولما بيشوف جي جي صورة الخاطف بيعرفه لانه كان زميل ليه في الشغل زمان، لكنه خانهم وقرر يشتغل مع تجار المخدرات. وبعد كده بقى بيشتغل في اي حاجة خارجة عن القانون طول ما بيدفع له فلوس، وبنعرف ان اسمه كراين. وبعد كده العصابة بتتصل على كام مدير جي جي في الشغل وابو كولين، وبيقولوا له يجي روما ياخد ابنه، وبيحذروه ان يقول لاي حد، لكن كام بيقول لجي جي. وبيروح كام للمكان اللي اتفقوا عليه، وجي جي وصوفي بيكونوا هناك وبيراقبوه من بعيد. وبيدخل كام وبيلاقي هناك صندوق وبياخده وبيمشي، ولما بيفتحوا الصندوق بيكون جواه رسالة، وفي الرسالة العصابة بتكون طالبة من كام كلمات المرور الخاصة بقاعدة جوية في مقابل سلامة ابنه. وبيروح جي جي وكام لمخزن أسلحة وبياخدوا المعدات اللي هم محتاجينها، لكن بيكون في هناك فخ، وبيكون في عصافير مدربة على القتل بتحاول تقتلهم، لكنهم بيقدروا يهربوا وينجوا منها بمعجزة.
وبعد كده بيروحوا القاعدة عسكرية وهناك بيقابلوا كولونيل مينيلي وبيحاولوا يخدعوه على ما بوبي اللي بتكون من ضمن فريق جيجي تنجح في انها تهكر السيرفرات اللي هناك وتعرف كلمة المرور اللي محتاجينها. وبتنجح بوبي وبتجيب كلمات المرور في الوقت اللي كام وجيجي بيشتتوا الناس اللي هناك، وبنكتشف ان المعلومات دي تبقى كلمات المرور ل100 قنبلة نووية. وبتوصل معلومات للاستخبارات الامريكية باللي كام وجيجي بيعملوه انهم سرقوا كلمات المرور دي، وبيتواصلوا مع العصابة مرة تانية وبيتفقوا على مكان التسليم، لكنه بيكون فخ وبيقع فيه جيجي وكيم وبيتخطفوا هما الاتنين، وبتحاول صوفي وبوبي يعرفوا مكانهم. وبنكتشف ان اللي ورا العصابة دي واحدة اسمها نانسي، ونجحت في خداع كام وجيجي الفترة اللي فاتت دي كلها، وكانت بتتنكر بأدوار كتير عشان تقدر تراقبهم. وبتاخد نانسي كلمات المرور الخاصة بالقنابل النووية من كام وبتخدعه، وبتقرر انها تقتل ابنه وتخطفه، وكمان بتحقن جيجي بسم سريع المفعول، وبيكون جيجي خلاص قرب يموت. لكن في اللحظة دي بتيجي بوبي وصوفي وبيعرفوا اللي حصل، وبيحقنوه بسرعة بحقنة أدرينالين فبتخليه عايش، لكن جسمه مش بيكون في أحسن حالاته. وبوبي بتعرف مكان اختطاف كولين، وبتبتدي صوفي تسوق العربية وهي مش بتعرف تسوق فبتتخبط وبتخرب الدنيا حرفيا. وكراين بيروح عشان يقتل كولين اللي بيكون نجح انه يفك نفسه، وبيبتدي يهرب من المكان، لكن للأسف كراين بيكون وصل وبيلحقه وبيمسكه وبيكون هيقتله. وفي آخر لحظة بيوصل جيجي وبينقذ كولين، وبتبتدي معركة بين جيجي وكراين، لكن كراين بيكون متفوق بسبب السم اللي في جسم جيجي ومخلي جسمه مش في أحسن حالاته، وبينجح كراين في إصابة جيجي. وفي الوقت ده بتحاول بوبي تطلق نار على كراين، لكنها بتبقى مش عارفة تصوب وبيهرب كراين من المكان، لكن تليفونه بيقع وبوبي بتبدأ تهكره عشان تعرف منه أي حاجة. وفي الوقت ده بتقعد صوفي تتكلم مع كولين وبتفهمه اللي بيحصل، وبتكشف صوفي لكولين حقيقة أبوه إنه مش مجرد ممرض زي ما كان فاكر، لكنه شغال في المخابرات الأمريكية. وكولين مش بيكون مصدق كل اللي بيحصل ده. بعد كده بنشوف نانسي واللي بتوصل هي ورجالتها ومعاهم كيم للمكان اللي تم إخفاء القنابل النووية فيه، واللي بيكون في إحدى الكنائس المهجورة. وبتبقى القنابل دي مختلفة لأن حجمها صغير جدا ولكنها قوية جدا. وبنعرف إن نانسي شغالة لمجموعة من الناس الأغنياء وأصحاب النفوذ واللي عايزين يوقعوا النظام العالمي الحالي. وفي الوقت ده بتنجح بوبي في تهكير تليفون كراين وبيلاقوا عليه معلومات عن خطتهم، وبيكتشفوا ان نانسي هتستخدم القنابل النووية دي في تدمير الحي المالي في روما. وبيبلغ جيجي الشرطة وبيروحوا هناك، لكن بيطلع الحوار ده كله من تخطيط نانسي، وان القنابل اللي هناك مزيفة عشان بس تشتت انتباه الشرطة وجيجي عنها. وبيقعد يفكر جيجي هي ممكن تكون راحت فين لحد ما بيعرف انها هتدمر مدينة الفاتيكان. وبيكون في هناك حفلة ومشارك فيها عدد كبير من الناس ومن ضمنهم طلاب مدرسة صوفي، وفعلا بتكون نانسي هناك هي ورجالتها. وفي الوقت ده بتحاول بوبي تراقب كام عن طريق جهاز تعقب هو دايما بيكون حاطه معاه، لكن بتبتدي نانسي في تنفيذ خطتها وبتطلع في بث مباشر قدام العالم كله، وبتهدد الكل وبتطلب من أكبر 7 دول في العالم إن كل دولة تديها 50 مليون دولار، أو بتهددهم إنها هتفجر مدينة الفاتيكان وهتشغل ال100 قنبلة نووية اللي موجودين في العالم كله، وبتديهم مهلة 30 دقيقة عشان كل دولة تطلع ممثل يتكلم عنها. وفي الوقت ده بيوصل جيجي وبوبي للمكان اللي فيه كيم، وبيطلب جيجي من صوفي وكولين انهم يسيبوا المكان ويمشوا، ولما بيدخل جيجي مع بوبي بيتقفشوا. وبيقعد كراين يضرب جيجي ويقول له ان هو اللي قتل كريستينا وحط المسدس اللي قتلها بيه ونسخة من الملفات اللي كانت معاها في بيته عشان يلبسوا له التهمة. فبيتعصب جيجي وبتبدأ معركة بينه وبين كراين وباقي رجالة نانسي، لكن كراين بينجح في الهروب، لكنه قبل ما يهرب بيشغل القنابل النووية، وبيكون مفيش حل انها تقف الا عن طريق اختراقها او عن طريق الريموت اللي مع كراين نفسه. وبيطلع جيجي ورا كراين عشان ياخد منه الريموت. وفي الوقت ده صوفي بتلاقي 2 من اللي كانوا شغالين مع جيجي، لكن بيكونوا هم كمان انقلبوا على الحكومة واشتغلوا لصالح كراين وجماعته، وبتقوم بينهم معركة، لكن صوفي بسبب تدريباتها المحترفة بتنجح في انها تتصدى ليهم وبيغمى عليهم كلهم بسبب استخدامها لصاع الكهرباء. وبتطلع صوفي هي كمان وبتحاول انها تلحق جيجي. وفي الوقت ده بوبي بتحاول تفك القنبلة، ولكن الموضوع بيكون صعب جدا، وفي نفس الوقت بتكون نانسي بتحاول الهرب وكان بيكون وراها وبيلحقها. وفي آخر لحظة بيجي رجالة من الاستخبارات الأمريكية وبيوقفوا كام وبيكونوا مفكرينه شغال مع نانسي لحد ما بيشرح لهم اللي بيحصل وبيثقوا فيه. وبيفضل جيجي طارد كراين لحد ما بيقدر يوصل له، وبتقوم بينهم معركة وكراين بيكون هيقتل جيجي، لكن على آخر لحظة بتوصل صوفي وبتنقذ جيجي وبيقتلوا كراين، لكن كراين بيكون حاطط ريموت التحكم في
قنابل في العربية اللي هو راكبها، والعربية بتتحرك وبتغرق في النهر. وبيجري جي وبينط في النهر عشان يحاول يجيب الريموت، وبيكون مش عارف يجيبه، لكن بتيجي صوفي وبتساعده وبيعطل جي القنابل، وقبل ما بيطلع من المية بيكون خلاص بيختنق وبيغمى عليه. وبتنجح صوفي وفريق الإنقاذ إنهم يطلعوا جي، وبعد ما بيسعفوه بينجو وبيرجع جي للحياة بأعجوبة. وفي الوقت ده كيم بمساعدة ابنه كولين بيقدروا يقبضوا على نانسي. لما كولين بيناديها في الشارع وبيقول إنها أمه بيزعق والناس بتتفرج عليهم، وما بتكونش نانسي عارفة تعمل إيه لحد ما بيجي كام وبيقبض عليها. وبعد كل المغامرات دي بنشوف إن علاقة صوفي وجي بقت أحسن من الأول، وصوفي بتهزر وتضحك معاه وبتقول عليه إنه أبوها عشان تطلع معاه في عربية الإسعاف. وبتخلص بكده الرحلة بتاعتهم وبيرجعوا تاني للبيت، ولكن بيكون مستنيهم العصافير المفترسة اللي بتكون لسه ما نسيتش حقها، وبيطلع كام وجي جري عشان يهربوا منها. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. أتمنى يكون عجبكم، وقبل ما تمشوا ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب عشان عائلة أفلامنجية تكبر بيكم. أشوفكم الفيلم الجاي.